يا بهلا والله، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير وصحة وعافية يا ربي. قبل ما نبلش سوالفنا وروتيننا، صلوا على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مبارك عليكم شهر رمضان، ويا رب ينعاد عليكم بالصحة والسلامة. هسه هنا شنو اليوم؟ أول سحور إلي بشهر رمضان. أنا يعني صمنا أنا ومرت أخويا والوالدة من يوم السبت، فإحنا اليوم أول سحور إلنا وبلشت أسوي السحور أنا وياكم. هنا تقريبا الساعة بالثنتين ونص بالليل. مرت اخوي شو نسوي السحور؟ قالت انا قلت لها اريد بيض سلق صراحه، واشتهيت الاندومي، فقررنا نسوي بيض سلق واندومي وهاي الاجبان وخير وبركه. وبدت سوالف السحور، شنو السحر وش نفطر، شنو السحر وش نفطر. رغم ما هي هاي الشغله تضوج بالاكل، بس يبقى رمضان والسحور يجنن. يعني سوالف الفطور، سوالف السحور، ايش قد ما تحضري له وتتحمسي له، بس هي اجواء يعني ما تتعوض، اجواء تخبل. فهنا خلينا البيض على النار، ورحت اني اخدر الشاي، وهي بلشت بباقي شغلات. جبت الشاي انا فرغته بالقوري الحراري، وقلت لها انتي بين ما يستوي البيض خلي نكمل الاندومي. هنا بين ما خلينا الاندومي على النار، رحت اقعد مرت اخويا الثاني. دقيت الباب عليها الصراحه، يمكن ما اخذتها النومه وما حست علينا. فهنا اللي سحرنا بس اني ومرت اخويا الكبير وامي. هذا رمضان يعني مو عائلتي كلها متكاملة، بس الحمد لله والشكر. أخويا صعد للدوام، يعني صادف قبل رمضان بيوم. 10 أيام يلا ينزل. أخويا الثاني صار له 20 يوم بالشغل، يعني ما موجود. فيعني شلون ما مو كلنا مثل رمضان لما وكاملين ونحط السفرة ونحضر وننخبص. يعني هذا رمضان أكثر عائلتي ما متواجدة بالبيت، كل من شغله ودوامه، اللي يخليه يعني ما يقدر يتواجد بأيام بداية رمضان. إن شاء الله نقول إحنا بركة الله بنص رمضان راح ينجمعون كلهم ونرجع السفرة الحلوة اللي كل رمضان أنا أنشرها لكم ومتعودين عليها. كانت بقنواتي القديمة، يعني كانت رمضان الفيديوهات اللي أنزلها تجنن، حتى كنت كلش أحبها ومستعزة بيها، لأن أحسها هيك حماسية وبيها لمة وسفرة طويلة والعائلة كلها بيها. يعني الحمد لله والشكر على كل حال. وهنا كملنا السحور وسهمنا وسهمكم العافية. وشون سحور يشهي عيني؟ ناقصة شنو؟ ناقصة بس خبز الشوفان. أكيد خبز الشوفان هنا متكتر يمي على صفحة بصف رجل زينب. كملنا سحور وبلشت وياكم ختمة رمضان. بنات اللي تقدرون عليه قروب شهر رمضان، أنا كل سنة ألف الحمد لله والشكر كل رمضان أبدي بيه من أول يوم قبل العيد بيوم أنا خاتمة القرآن. فاللي أريده من عندكم خلينا نسوي هاي الحملة، لكم بيها ثواب واللي بيها ثواب، أن نبدي نختم القرآن. نبلش من اليوم أول يوم رمضان، خلونا نبلش نقرأ قرآن حتى نشوف كم وحدة بنهاية رمضان راح تختم القرآن وي زينب. لا تنسون هاي الفقرة حبايبي، أتمنى يعني حتى لو لقيت قسم مجموعة من متابعاتي يعني نكمل هاي الحملة. تعالوا روح أعزل غرفتي مال قبل رمضان. بس هنا يا بشنا نجي نعزل هاي الهوسة بعد ما رجعنا، والتهي مباشرة قعدنا تريقنا وبلشنا بالغداء وكذا. عرفت الغرفة مالتي مهجومة مثل ما هي، قلت أعزلها ويا الحبايب. أدري بيكم انتو كلش تحبون هاي السوالف مال التعزيل وكذا، فخلي نعزل أنا وياكم حاجة. شوفوا هاي جنطة هسه ماخذتها، بعد هي جديدة، يعني حتى ما لابستها وعوها. بعد هي لاقيتها، خلي اشوفكم شلون بعد هي انه هي جديدة. بعد هي السحابات والكيس النايلون مالتها داخلها كلش حلو. جنطة أصلية مختمة. دائما الجنطة الأصلية شلون تعرفيها؟ هي تكون مختمة. كلش حبيتها، خاصة لو واحد يطلع يعني زيارة كذا يريد يشيل وياه هواية شغلات. فهاي الجنطة اشتريتها قولوا لي بالعافية. وهاي الجنطة اللي اشتريتها آخر فترة حتى ما رويتكم إياها، اللي صارت أكثر سفرتي إنه هي بيها. شوفها فارغة، أي فارغة. هاي الجنطة ثالثة، وهاي الجنطة مالتي مشمورة هنا. قبل لا أروح ردت أخذها وياي صراحة وبطلت، قلت ما أريد أخذ هواية شغلات، لأن بوقتها كلش هواية شغلات صارت بجنطتي. فنشيل هاي الجنط خليهن على صفحة. هسه هنا شنو؟ طلعوا وياكم هاي الشغلات الحبشكلات. طبعا هاي الجنطة أنا أخذها وياي بكل مكان أطلع له. أروح البيت جدي، أروح يعني مكان أبات بيه يومين ثلاثة، هي جنطة مال مكياج وتحافظ لي على شغلاتي، تلمهم كلهن. هاي أول شغلة انظرها. هنا الجرارات ما أسولف لكم، إذا أراويكم الجرارات راح تقولوا لي زينب شنو هاي.
فد يوم اسوي لكم جولة بيهن يعني تعزيل نسوي. هاي الجائزة اللي ربحتها كانت المسابقة كلش حلوة، إن هم مجرد أرقام يذيعوا لك إياها، الرقم اللي موجود عندك تشخطين عليه، وحالفت الحظ وفزت بهيج جائزة يعني. صدق قد ما هي إنه هي بسيطة بس كلش بوقتها فرحت بيها كلش. أنجبها هاي لأن هي فارغة أصلا وزعتها. فهنا الكاوية آخر يوم بكويت شعري، هنا تذكرون من صبغت أنا وياكم ظلت الغراض كلها على الميز من طلعت. فالطاسة مالت الصبغ والكاوية نرجعهن بجرارتهن. ايش عندنا هنا الشامبو وهذا الغسول مالت الوجه، راح اعزلهم على صفحة. هنا الكمامة كلش احب الكمامات، مرات يعني تفيدني دائما اخليها بجيب الجنطة، كل جنطة اخلي لي بيها كمامة. مرات يعني اكو طلعات انه وجهي تعبان مبين علي مريضة كذا، ف ما البس كمامة واطلع. وهنا النظارات صارت كلها من شو اسمه، لا اروح ابين بيهن من الاضاءة، لقيت الاضاءة مكسورة وما اسولف لكم شو مسوي. حتى الجنطة المكياج بدون ما اعزلهن. هاي اريكة بس هنا شنو عندنا، هاي الاظافر طبعا بوقتها تاخذ وياي، قلت خاف انه ما اصبغ اظافيري واشكل على مود الصلاة، انه اشكل واشلحهم وقت الصلاة، بس بعدين لا لقيت الاسيتون مالتي واخذت وياي اسيتون. القبق مالت العطر هذا فتحته جديد، تتذكرون اليوم اللي جهزت ملابس السفر، لان انا كان عندي واحد بربع فاخذت ذاك بربع واخذت هذا، خلصت ذاك القدام. هذول العطور، الخلطة اكيد مالتي، هذا طبعا العطر بحبايبي موجود عندي، الخلطة مالتي وين ما اروح هي وياي، وين ما اروح. هاي هم الخلطة مالتي متوفرة، اللي تريدها للتصبغات والكلف وكذا موجودة. الواقي اليوفي يقولوا لي هذا ما بيه حماية قوية من أشعة الشمس، صح هو مو بيه حماية قوية، بس بنفس الوقت هو ينطيك حماية، وبنفس الوقت هو بيه نسبة كريم. يعني أنا ما أعرف شنو كريم، ما أعرف شنو باودر، خلي هذا فقط يسوي الوجه فلتر، هو أصلا اسمه فلتر. هنا هاي الشغلات، الساعات والسوارات كلها اللي أخذتها كلها موجودة هنا، فهاي راح نشيلها بجزدانها، يعني دائما أخليهم بحافظة حتى ما ينطشرون. الشفرة مو شفرة، هاي اصلا يعني ماكينة رجالية. هسه حتقولوا لي زينب هاي شو تسوي غراضك؟ حبايبي انا استخدم ماكينة هاي رجالية لان انا مسوية ليزر الوجهي، فاللي يسوون ليزر لازم يستخدمون بس ماكينة، حتى كل راس الشهر من تسوين جلسة هي تحفز لك الشعر وانتي تسوين الليزر، يعني ممنوع خيط، ممنوع شفرة عادية. بس هاي خل اراويكم الجزدان ايش بقى من عنده. هاي نهاية السفرة، هذا اللي بقى 25 و5000، رغم انه هي صفرة خطية طاحت كلها على خوي. هسه شنو الايلاينر، العطر ياري، هذول كلهم حبايبي متوفرات عندي. شنو اللي سألتوني على مسكارة فارماسي، مسكارة فارماسي هاي تجنن، تصير 2 في 1 للرموش الخفيفة والكثيفة، يعني سوي شهر طبقتين كلش حلوة. بعد شنو المرطب سيرافي، بوقتها ما اخذته وياي، يعني ما عليكم بيه، هو شوية وسخ لان يعني يجي من فوق من جوا ينزل يصعد، يريد يحط مرطب يستخدمه، هذا هم متوفر عندي. هذا بنات شوية غالي، فانتوا دائما اللي عندكم كان لكم على قدكم استخدموا السمبل، السمبل سعره مناسب وهم طبي وخالي من العطور. هذا هم متوفر عندي. مرمم الشفة متوفر عندي، وضروري ذكرتوني خلي ضروري يكون عندكم مفصل الشتاء، يعني شوفوا انا حتى مخلص، هذا يجنن للشفة، يخلي شفتش ناعمة، يحافظ لك على لونها. شوفوا الكمية اللي خليتها ايش قدوتها، هاي تترس شفتي ترس. هذا متوفر عطر، حرارة، ترطيب بنفس الوقت، يسوي شفتك مي. بعد شنو يعني شنو رتب لكم يا بعد المسكارة العشق، شوفوا خلصت، تذكرون من اخذتها وياي تقريبا فوق النص، فرجعتها بها ربع لين هناك. هاي الشغلات الخلطة خليتها لوجهي، المسكارة استخدمتها، يعني ما عرفت هاي الشغلات ابد ابد ابد.
لأن هاي الشغلات هي اللي صراحة محافظة عليها. هواي شغلات بوشي مثل رموشي، حواجبي بهاي المسكارة، يعني هاي الأمور، فذولي كلهم متوفرين بالبيج مالتي. هاي المسكارة هم موجودة، المكثف مال رموش وحواجب. هسه شنو؟ شوفوا الأقلام الحمرا الصايرة، نعزلهن وحدة وحدة. وهنا التنتو هذا قلم الحمرا راح ارجعهم بمكاناتهم. هذا الصبغ ظافر اسلامي كلش احبه، وين ما اروح اخذه وياي، لان اخليه من هنا اشيله من هنا. هنا القراريص اللي كنت هيك حابة اسوي بيهم فيكات، بس قلت ما يفيدوني انا، شو اسوي بيهم زينب لبني. وهذا اللي نقذني هناك، كلش نقذني، يعني انا حتى اذا اصبغها مسحه وراها ربع ساعه دقيقه بسرعه مسحه، فكلش نقذني بالطلعه. وهاي هسه شنو، اروح اصفي هاي الشغلات كلها على السريع وارجع لكم. وهنا بعد ما كفيت حبايبي، شوفوا قدامكم التراب اللي يطلع، شوفوا شلون شكل كان. وهسه خلصت. اهم شي عندي هو او اكثر شي يضوجني بالغرفة الميزم يصير هوسه، اتخبل من عنده. واخيرا صفيته. تعالوا اراويكم شلون صفى هو وذاك الثاني. جماعة الخير، هنا سولفولي على الراحة النفسية من تصفون غرفتكم وتعزلون الميز مالتكم وتشوفونه قدامكم هيك فارغ وصافي. يعني هاي هنا صدق يستحق انه اقول الحمد لله والشكر، خلصت من هاي الهوسة. وهذا الدبدوب مالتي اللي اشتريته جديد، قولوا لي بالعافية. زينة بنت صغيرة على هاي السوالف؟ لا والله مو صغيرة يا حبايبي، كبيرة، بس شو اسوي، احب هاي السوالف. وهنا الميز عزلته الشغلات اللي استخدمها اليومية، اللي ما اقدر اضمها بالكنتور او بالمجرات. راح تقولوا لي شوفوا تحسوها كلش هوسة، يعني المفروض انه انا اخليها بالمجرات، وانا هواي عندي مجرات وهذا كله مجرات. بس اذا انا من النوع اذا خليت ذول الشغلات بالمجرات يحسبوني يعني نسيت هاي الشغلات، ما استخدمها، ما يعني مثل ما هي قبال يصير لي وهس. مثل هسه المرطب، مثل كريم الريتينول، مزيل المكياج، مرطبات الجسم، كل الشغلات اللي استخدمها هي مقابلي، بس اضمها يعني السالفة هاي نست وراحت. فهسه هنا شنو كملنا الغرفة الزولية، انا يعني منظفتها، شرباية مرتبة، ما بيها شي، الفرشة نظيفة. اهم فقرة انه خلصت من ذولي. والهنا أنا اقول لكم باي باي، انتظروني على فيديو جديد، ولا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. احبكم كل شوية، مع الف سنة، باي باي. طبعا هذا التعزيل مالت الغرفة مالتي قبل رمضان، يعني ورا ما رجعت فكانت غرفتي هوسة ومخبوصة، وظلت تقريبا 3 أيام أنا تعبانة ما أقدر أعزلها. عزلتها وصورتها لكم، فصارت اليوم قدرت أنزلها، أول فيديو ألي برمضان. المهم حبايبي، هنا طبعا الركن الرمضاني أنا ما شوفت لكم إياه صراحة، ما سويت هاي السنة، كل سنة يعني شفتوا هاي الشغلات البسيطة اللي اشتريتها فقط خليتها على الميز. وأنا أصلا عندي غراض مالت العام طلعتها، يعني ما أعرف سبحان الله ما صارت القسمة، رحت دورت ما لقيت شغلات جديدة. فمجرد إنه هو ميز الطعام موجود بالمطبخ، صفطت عليه هاي الشغلات، إنه هذا ميز الطعام، خليت عليه سفرة رمضانية وهاي الفوانيس والنشرة. هو يعني قد ما يكون بسيط، قد ما هسه ينطي طاقة وروحي يعني للمطبخ، انه من تشوفين هيك قدامك نشرات رمضانية وهاي المواعين الرمضانية، يصير لك واهس هيك بحماس، حتى من الطبخين انت كلك واهس هيك، واهس وحماس ومتحمسة انه تكملين. فهاي كانت نهاية الفيديو، حابة ان عجبتكم، واقول لكم باي باي.